السؤال بقى لك هناك قد ايه؟ لان الانبهار ده بيضيع بعد فتره وتبدا تكتشف سلبيات مش في بالك اساسا، وبعدين احساس الغربه الموحش. ارجو الرد بصدق. انا هرد عليك بصدق تام، ولكن ردي مش هيكون عاجب حضرتك، ويمكن يخليك تفكر مره تانية. اول حاجه، حضرتك اللي بتتكلم فيه ده اسمه الاف النعم، ما اسمهوش بتكتشف سلبيات جديده. ده اسمه انت اتعودت على النعمه وافتكرتها حق مكتسب مش منحه من رب العالمين. فده معناه ان حضرتك عندك خلل في تقييم الامور، في حته ان هل ده رزق من ربنا ولا ده حق مكتسب ليا. فوقت ما تحس ان العيشه اللي انت عايشها دي حق مكتسب، هتبتدي تألف النعم وتبتدي تشوف سلبيات انت مش عايز تشوفها، في حين ان انت السلبيات دي كنت بتشوفها من البدايه، ولكن انت كانت عينك متغمضه عنها لان انت كنت حابب اللي انت فيه وبتشكر ربنا عليه. فبتقول حتى لو في سلبيه انا هتحملها، ولكن بعد فتره لما بتعتاد النعم، لما بتجيلك سلبيه ما بتتحملهاش. فانا بشوف السلبيات وبشوف كل حاجه وحشه في امريكا، ولكن انا بتحملها وبتغاضى عنها، وساعات بشوفها ايجابيه، لان ده ممكن يبقى اختبار من عند ربنا عشان يشوف انت لسه تستحق النعمه دي ولا لازم تزول دلوقتي وده وقتها وخلص بالنسبه لك. فلما حضرتك تفكر في الكلام اللي انا قلته ده، هتكتشف انه انت ممكن يبقى عندك الاف نعم وانت مش حاسس. انت ممكن البيت اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري انا ساكن فيه النهارده، العربيه اللي كانت طول عمري اركبها، كان حلم عمري اركبها، انا جبتها وانا لسه شاب صغير، ما بقتش حلم عمر ولا حاجه، دي بقت عادي، حلم بيتحقق عادي جدا. البلد اللي كان نفسي اعيش فيها عشت فيها، الشغل اللي كان نفسي اشتغله اشتغلته، المرتب اللي كنت بحلم بيه عملت اكتر منه بكتير. فالحمد لله على كل النعم دي. مستحيل هيجي عليا يوم واقول لا انا مش مرتاح، مع اني باخد مرتب كويس وعايش حياه كويسه وعايش في بيت محترم وعايش في حياه ادميه جدا. فلما حضرتك تفكر في الكلام ده هتكتشف انه فعلا ممكن يبقى عندك الاف نعم، وممكن حضرتك يبقى عندك حق. بس انا لحد النهارده ولحد 10 سنين قدام انا مش شايف ان انا هيبقى عندي الاف نعم، لان انا بصحى الصبح بحمد ربنا على كل حاجه بعملها، بحمد ربنا على ان انا لما حاجه بتبوظ عندي بعرف اشتري غيرها، بحمد ربنا ان لما حاجه بتحصل لي بعرف اتعامل معاها واصلحها، بعرف ان اعيش حياتي بالشكل اللي يريحني مش الشكل اللي يكفي معيشتي وعلى قد فلوسي. فدي كلها حاجات ما اقدرش اعتاد عليها، لان انا اخاف اعتاد عليها عشان ربنا ما ياخدهاش مني، لان انا جربت احساس ان انت يبقى عندك وفجاه يبقى ما عندكش وبعدين ربنا يرجع يديك. فدي العلامه الثانيه ان ربنا بيقول لك خلي بالك انا لسه ممكن اديك. فانت لما بتاخد المره الثانيه بتحافظ على النعمه قوي، لان انا ايام الامارات كان معايا فلوس كتير وضيعتها والفت النعم، وزي ما حضرتك قلت شفت سلبيات، وبعدين الحياه باظت خالص فرجعت تاني للصفر، وبعدين رجعت تاني بدات من الاول. فانا المره دي مستحيل هرجع لنفس الخطوه اللي فاتت اللي كنت فيها، واتمنى ابقى جاوبت حضرتك على سؤالك.